إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم جديد ابتدى لفرخ الحمام. حضراتكم عارفين الغواية القدام والمبتدئين بنحب نعرفهم برضو. الموسم ابتدى من يعتبر من نص شهر 10 أو من آخر شهر 10 وانت طالع لحد ما الشتاء يبدأ يخلص. ده موسم فرخ الحمام، وده احسن موسم تبدأ تاخد منه افرخ تخليها استوكات بعد كده تشتغل معاك فرخ في الغية عندك. وحبيت اعمل فيديو صغير النهاردة اشرح فيه ازاي بعد الحمام ما يبدأ يعشش ويحط البيض بتاعه ويرد على البيض، ابدأ اكشف على البيض بتاع الحمام اللي حاطط عندي، واعرف الحمام دون البيض بتاعه مخصب او غير مخصب بطريقة صحيحة من غير ما اذي البيض. لان اي حد بيخش يحط ايده تحت حمام رائد من غير ما ياخد احتياطاته ممكن من ضرب فرد الحمام اللي راقد في ايدك البيضة تقع من ايدك وتتكسر، وتبقى انت خسرت عش، وهتبدأ تستنى تاني الحمام اما يحط بيض غيره، وده طبعا مش في صالح الغية ولا في صالحك. فانا اعلمك ازاي تحط ايدك تاخد البيض وتكشف عليه وترجعه تاني بطريقة صحيحة من غير ما تكسر البيضة ولا تأذي البيضة. فيلا نروح دلوقتي للحمام وأعرفك ازاي تكشف على البيضة بطريقة صحيحة. ودلوقتي احنا دخلنا عند الحمام اللي بيضة اهو. هبدأ افتح الباب بالراحة عشان ما ازعجش الحمام، هو اللي راقد دلوقتي الذكر في الفترة دي. فطبعا اول ما احط ايدي عند الحمام هيبدأ الحمام يخبط في ايدي، فانا هوريك ازاي تحط ايدك بطريقة صحيحة من غير ما تكسر البيض، وتاخد البيضة بطريقة صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة اهو. هبدأ اودي ايدك، فرد الحمام بيضرب في ايده اهو، حاطط ايدي مقلوبة لتحت اهو. جبت البيضة، مسكت البيضة بالطريقة دي انا اهو وطلعت بالبيضة اهو سليمة الحمد لله. هبدأ اخد البيضة واكشف عليها قدام حضراتكم من غير ما تتكسر ولا يحصل حاجة، وابدأ ارجعها تاني. خليكم معانا حضراتكم. طبعا احنا جبنا البيضة دلوقتي يا جماعة، وهبدأ اكشف عليها دلوقتي اشوف البيضة فيها تخصيب ولا ما فيهاش. فانا هبدأ احط البيض على الكشاف بتاعي، بحضر معايا تليفون وايد الكشاف بتاعه دلوقتي، وهبدأ ان انا احط البيض على الكشاف عشان اشوف فيها تخصيب ولا ما فيهاش. وادي ظهر مع حضراتكم اهون العروق اللي في البيض دي اللي في قلب البيضة دي بتعرفني البيضة فيها تخصيب. وهيبدأ تشوف العروق دي مش بعد ما الحمام ينام على طول، بعد مرور اسبوع او على الاقل 5-6 ايام تبدأ تلاحظ العروق دي اللي هي بداية تكوين الجنين او الكتكوت او فرخ الحمام داخل البيضة. فده كرم من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكرمنا ويطلع بيض الحمام مخصب. دي ثمرة المجهود وثمرة الاعتناء بالطير. بيبدأ ربنا يكرمك، والحمد لله على كرم ربنا الواسع لينا، وربنا يجعله موسم خير يا رب علينا وعليكم ان شاء الله. ودي الطريقة الصحيحة قدام حضراتكم هي للكشف عن البيض، وهاخد البيض من تحت الحمام بطريقة صحيحة. وقدام حضراتكم اهو حصري الكشف على بيضة الحمام بطريقة صحيحة. هنبدأ نرجع البيضة قبل البيضة ما تسقع تحت فرد الحمام تاني، وهنوري حضراتكم بنرجعها ازاي برضو لحد ما نحطها تحت الطير سليمة من غير ما يحصل لها اي حاجة. ابقوا معانا. ودلوقتي يا جماعة بعد ما كشفنا عن البيضة اهون هنبدأ نرجع البيضة مكانها تاني برضو بطريقة صحيحة من غير ما نأذي البيضة
ايدي برضو مكفيه لتحت، يعني يوم ما اجي احط ايدي تحت الحمام اخد بيض، ما اخشش بايدي من كده، لا اخش بايدي متنيه وصوابع تكون معكوفه لتحت كده، عشان احجز على البيض ما يحصلش فيه اي حاجه من ضرب فرد الحمام. ودي الطريقه الصحيحه قدام حضراتكم اهو. كشفنا على البيض بالطريقه دي. دي افضل طريقه لاخذ البيض من تحت الحمام، عشان تكشف عليه وترجعه تاني. ممكن برضو حضرتك تيجي في وقت ما الحمام بتبدأ تحط له الأكل، بيبدأ الحمام يغير بعضه عشان ياكل النتاية. لو هي راقدة الذكر بيقومها ويخش يرقد هو أو العكس. فبتبقى دي فترة بيبقى يعني حاجة بسيطة جدا، البيض بيبقى لوحده، تقدر تمد ايدك وتاخده برضو من غير فرد الحمام ما يعكسك ويكسر البيض بتاعه. دي برضو طريقة لو انت ما عندكش القلب ان انت تجيب الحمام بالطريقة دي، تستنى اومان الحمام من على البيض ساعة الاكل او تبديل الذكر مع النتاية، وتبدأ تاخد البيض بتاعك تكشف عليه وتشوف التخصيب بتاعه. مع العلم يعني في ملاحظة انا عايز انوه ليها، لو حضرتك بتلعب في البيض كتير او بتحط ايدك عند الحمام كتير، دي حاجة مش كويسة، ممكن تؤدي معاك لان الحمام يقوم من على البيض وما يرقدش معاه عليه تاني. فانت راعي النقطة دي، انك مش كل شوية تحط ايدك تحت الحمام. انا بحط ايدي في الفترة بعد اسبوع عشان اتأكد من وجود التخصيب عندي في البيض، عشان الحمام ما يرقدش فترة ال18 يوم اللي بيرقدهم على البيض والبيض عندي فاضي. لا انا لو البيض مفيش تخصيب ببدأ أشوف إيه اللي عمل كده عندي، سواء المكان مش مهيأ لأن الحمام يخصب بقى في التزاوج، في طريقة التزاوج المكان مش ملائم ليهم، أو الذكر عنده مشاكل في التخصيب، ببدأ أعالجه وما سيبش الحمام يرقد على البيض الفترة دي كلها والبيض فاضي. لو حضرتك استفدت معايا بالفيديو يا ريت تفعل الجرس وتشارك الفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الغواة والمربيين والمبتدئين لوجه الله. احنا بنساعد بعض، وانا مبسوط بانضمام حضراتكم معايا على قناتي المتواضعة لخدمة الغواة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.